الفراعنة ما عرفوش العملة، اللي عرفنا العملة الإغريق ومن بعدهم الرومان، وعرفنا معاهم العملة من الذهب والفضة، وفضلت العملات الرومانية موجودة لحد الفتح الإسلامي. لما جه الفتح الإسلامي جاب معاه الدينار والدرهم، وفضلوا موجودين لحد أيام الفتح العثماني اللي جاب معاه عملة القسطنطينية اللي كانت اسمها البارة، والبارة فضلت موجودة لحد أيام الخديوي إسماعيل اللي خد فرمان بضرب العملة في مصر، وعمل عملات مكتوب عليها ضربت في مصر، وكانت ريال وقرش ومليم كتير قوي. ولما مصر استقلت عن الدولة العثمانية وبقت سلطنة، السلطان حسين كامل عمل عملات مكتوب عليها السلطنة المصرية. ولما بقت مملكة، أول ملك الملك فؤاد عمل عملات مكتوب عليها المملكة المصرية، ومن بعده الملك فاروق. أمال إمتى ظهر الجنيه المصري؟ الجنيه المصري ظهر لما إنجلترا حبت تنشط التجارة في مصر سنة 1896، عملت العملة المصرية الورقية اللي هو الجنيه الورق، وكان بيطبع في البنك الأهلي في إنجلترا ويجي مصر، وظهر منه بقى الجنيه عم إدريس وجنيه الجمل والجنيه الأحمر وجنيه الجملين، ودي كلها كانت عملات ورقية بتطبع في إنجلترا وتيجي مصر. وبعد كده جنيه الملك فاروق وال100 جنيه والحاجات دي. امتى بقى الجنيه بقى يطبع في مصر؟ جمال عبد الناصر سنة 1960 أمم البنك الأهلي وخلاه بنك مصري، وعمل البنك المركزي عشان الفلوس بتاعتنا تطبع في مصر. ومن سنة 1960 لغاية دلوقتي البنك المركزي المصري هو اللي مسؤول عن طباعة النقود والعملات المصرية، جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه. لكن كلمة جنيه هي أصلها الجنيه الاسترليني.